يلا نعمل صينية مسقعة بس على طريقتي. هنعملها بطريقة سهلة جدا، وكمان هنخلي شوية لفت في السريع هنخلله دلوقتي وهناكله كمان دلوقتي. اللفت ده اوانه، وعايزة اقول لكم حلو جدا جدا جدا. انا عملته الصبح بدري واكلنا منه في العشاء بالليل. يلا بينا ندخل على المسقعة وندخل على اللفت السريع. لا تاكلي منه وانتي عايزه اقول لك اعمليه الصبح وكلي منه بالليل. اول حاجه انا جبت 2 كيلو من اللفت. عايزه اقول لكم في البيت عندنا مدمنين لفت، بصراحه اجمل واحلى كتير كتير من المخللات اللي بنجيبها جاهزه. طبعا جبته قشرته وغسلته كويس جدا جدا جدا، ورشيت عليه شويه ملح كده وسبته يعني نص ساعه. وبعد النص ساعه طبعا قطعته، يعني انا في الاول غسلته وقطعته، وبعد ما قطعته رشيت عليه شويه ملح وسبته نص ساعه. بيبتدي بقى الملح بيخليه يدبل شويه. وبعد كده جبت برطمان يكون مغسول بميه سخنه ونضيف نضيف جدا جدا، اهم حاجه نظافه البرطمان. بعد النص ساعه طبعا بعد ما رشيت عليه شويه ملح قطعيه بقى التقطيعه اللي تحبيها، كبير صغير براحتك. هبتدي انزل كده فيه في البطرمان. تعالوا بقى نعمل له خلطه سحريه خطيره. هنجيب ربع كيلو فلفل من الفلفل الاحمر الحامي ده، ولو مش بتحبي الحامي عادي خالص تقدري تجيبي اي فلفل رومي بس احمر، اي فلفل احمر يكون بارد عادي مفيش مشكله. ونفس اللي هنعمله في الحامي هتعمليه في البارد لو الحامي بيضايقكم. هحط حوالي 3 معالق كبار من الملح، يعني كل لتر ميه بياخد معلقتين ملح، وده المعيار المظبوط بالشعره. عايري بقى لو عندك ازازه عايري بيها لتر ميه عليه معلقتين ملح من معالق الاكل. طبعا انا حطيت هنا معلقتين كبار، وانا ببتدي عاير بقى لتر ميه عليه معلقتين ملح، لتر ميه عليه معلقتين ملح. وطبعا انا في العاده مش بحب احط اي خل في المخللات بتاعتي. الحمرة اللي انتوا شفتوها دي بنجرايه برضو جبتها غسلتها وقطعتها 4/4 وحطيتها على الوش كده اهوت. وطبعا حطيت ربع فنجان خل علشان ناكل منه، يعني اللي هو ايه دلوقتي هم اعمليه وهناكل منه، مش هيصبروا عليه. لكن لو انت هتصبري عليه تسيبيه يومين 3 كده ما تضيفيلوش خل، لكن انا عايزاه سريع جدا فضفت طبعا ربع فنجان من الخل. والهريسه بتاعتي بعد ما حطيتها طبعا انا مش بعاير الملح لان انا عارفه الدنيا فيها ايه. عايزه اقول لكم لان انا كل يومين 3 تقريبا بعمل لفت، لان بجيب كميات قليله علشان لما بيقعد كتير بيبوظ. فابتديت بقى اظبط الملح بتاعي. لكن انتوا لو الميه، لكن لو انتم اول مره تخللوا كل لتر ميه عليه معلقتين كبار من الملح. زي بقى ما انت عامله كميات براحتك، عايري بقى وبراحتك. نقلب الكلام ده كله كويس كده. البنجريه طبعا على ما اجي بالليل كانت نزلت لونها واللفت بتاعي احمر بقى زي الفل. تعالوا بقى كده اوريكم شكله بالليل. يعني انا نزلت السوق الصبح وجبته وعملته، بصوا ده كان بالليل كده شكله بقى كده خطير. عايزه اقول لكم تحفه. هنعمل بقى، تعالوا بقى نعمل مسقعه. بصوا دول كانوا شويه فاضوا فحطيتهم في طبق وغطيته يعني علشان برضو، بس طعمه تحفه. هو اللفت في جميع حالاته خطير. بصوا اللي في الطبق من غير بنجر، لكن اللي في البرطمان ببنجر، فالبنجر مديله لون ايه محمر شويه كده. ده اللي بالبنجر وده اللي من غير البنجر. تعالوا بقى نعمل المسقعه بتاعتنا. اول حاجه بنجيب حله انا قشرت 3-4 فصوص من الثوم وحطيت معلقتين زيت، وابتديت اشوح الثوم بتاعي. مش عايزينه يتحرق قوي، يعني نديله بس ايه لون احمر كده. وحطيت سنه من الهريسه. انا عايزه انزل لكم طريقه الهريسه لان بتنفع قوي قوي في كل حاجه، يعني شغاله معانا في كل حاجه. وبعد كده كنت جايبه كيلو من الطماطم غسلته وضربته في الخلاط وصفيته كويس من اي قشر ونزلت بيه كده. كان عندي كيس في الفريزر فطلعته برضو وحطيته عليهم. وحطيت شويه خل وهحط عصره من الليمونه، وده بيدي طعم خطير للمسقعه بتاعتنا. شويه خل وعصره بسيطه كده من الليمونه. معلش الاضاءه بعافيه شويه لان الايباد عندي وانا بصور بيه يعني جايب اخره، فسامحوني على الاضاءه. بصوا عصرت انا ليمونه كامله كده وهحطها على الطماطم بتاعه المسقعه. عايزه اقول لكم بتديها مزازه وبتخلي طعمها خطير، جربوها تحفه. نسيب بقى الطماطم بتاعتنا تتسبك 3/4 تسبيكه. تعالوا بقى للبتنجان. هاتوا كميه البتنجان اللي تحبوه وبرده نوع البتنجان اللي تحبوه. في المسقعه بتاعتنا ما يشترطش نوع بتنجان معين. عايزين تجيبوا البتنجان العروس الكبير ده مفيش مشكله، عايزين تجيبوا البتنجان الطويل بتاع المحشي دوت بس تجيبوها كبيره شويه برده مفيش مشكله.
الموجود عندكم اشتغلوا بيه والكميات اللي تحبوها. طبعا انا بقشر البتنجان بالمنظر حضراتكم شفتوه دهوت، وبعد كده ببتدي اقطعه. انا مش بحب اقطعه رقيق، يعني سميك سيكه كده، يعني حوالي سنتي 2 سنتي ماكسيمم، وبقطعه شرايح. وبعد بقى بقطعه شرايح برش شويه ملح عليه ونحطه في مصفى علشان ينزل الميه بتاعته خالص. وبعد تقريبا نص ساعه، ما تسيبوش اكتر من كده علشان ما يحدقش منكم، بنبتدي نشطفه كويس جدا جدا تحت الحنفيه ونصفيه من الميه. كان عندي كام بتنجانيه برضو من اللي هو الطويل ده، جبتهم برضو وعملتهم. تعالوا بقى بصوا انا عماله يعني ايه، تركزوش معايا انا مهيسه خالص بصراحه. والفلفل ببتدي اخرمه كده بالسكينه علشان لما اقليه ما ينزلش في الطاسه طبعا ويفرقع في وشي. طبعا بنقلي البتنجان زيت في طاسه يكون يعني مش كتير قوي ومش قليل قوي، وبنبتدي بقى نقلي البتنجان زي ما حضراتكم شايفينه كده. بنجيب مناديل مطبخ او ورق كراسات تكون نضيفه مش مكتوب فيها، ونصفي عليها البتنجان. وده كده شكل البتنجان بعد ما اتقلى. انا عملت نوعين، كان عندي العروس الكبير والبتنجان اللي هو الطويل بتاع المحشي. والطماطم خلاص معايا كده اتسبكت 3/4 تسبيكه، ببتدي اظبط ملحها. وبعد كده ببتدي اجيب بقى، انا بحب ادخل المسقعه بتاعتي الفرن لما بيكون مزاجي رايق كده وعايزه اعمل لهم اكله حلوه، يعني بتديها ريحه في الفرن بصراحه. طبعا بجيب صينيه، اي صينيه تكون بتدخل الفرن، وببتدي اوعى تحطوا البايركس مباشره على النار وهي سخنه كده. يعني انا عندي طبعا استنيت وقت فكان البوتاجاز برد، يعني محدش مثلا يكون لسه طافي عين البوتاجاز ويحط عليها البايركس هيفرقع في وشكم. لكن انا هنا كان البوتاجاز بتاعي بارد تماما، لان انا عدى وقت يعني سبت المسقعه ورحت عملت حاجه تانية ورجعت. ببتدي بقى ارص طبقات، ويا سلام لو عندكم مشروم بقى بين طبقه البتنجان والتانية تحطوا طبقه من المشروم، بيبقى رهيب خطير. زي ما حضراتكم شايفين كده، طبقه من الصلصه، طبقه من البتنجان، طبقه من الفلفل، والفلفل برضو قليته، وببتدي ارصها كده. الفرن بتاعي قايد على اعلى درجه حراره، وببتدي ادخل البايركس الفرن. وينفع نعملها في اي صينيه تكون بتدخل الفرن، لكن اوعوا تحطوا البايركس سخن على عين البوتاجاز من فوق لو انتوا لسه طافيين البوتاجاز. محدش يقول ما نرمين كانت حاطه، لا انا العين عندي مطفيه وبردت تماما تماما، عشان بس محدش يدعي عليا يقول لي روحي ربنا يسامحك حطينا زيك والبتاع. لا، فلو البوتاجاز بارد اشتغلوا عليه، لكن لو البوتاجاز عينه سخنه اوعوا. وبس كده اهو. ببتدي بقى احط شويه صلصه على الوش وبدخلها الفرن. عايزه اقول لكم بقى لما بتدخل الفرن بتبقى خطيره، بتشرب كلها من بعضها كده، وبتبقى عايزه اقول لكم بجد خطيره. مش عارفين انتوا بتاكلوا سمك معمول صينيه في الفرن ولا بتاكلوا مسقعه. انا ريجي طبعا شويه بتنجانه. عايزه اقول لكم هو صيام لازم اعمل بابا غنوج، انا عندي مايفل في البيت مدمنه بابا غنوج. جبت بتنجانيه شويتها على البوتاجاز من فوق، وابتديت اقشرها وبحط عليها عودين شبت. خلينا متفقين بابا غنوج شبت على طول، يعني بيديله طعم خطير. عشان مايفل في البيت مش بتحب اي حاجه فيها زيوت. حطيت سنه من زيت الزيتون وسنه بسيطه من الطحينه وعصره من الليمونه وفص توم واحد بس، وببتدي اهرس وسنه من الخل. وبصوا البتاع الجميله بتاعتي البطوط ده، ادي الليمون وكمون وملح حسب الرغبه. بنفرم الكلام ده كله كويس جدا، يعني افرموه كويس قوي، وسنه من الهريسه. بصوا كل فيديو اقول لكم فكروني انزل لكم فيديو الهريسه، خطيره هتفرق معاكم 180 درجه في اي اكله بصراحه، تتبيله سمك بقى اي اكل. وادي طبق البتنجانيه بتاعتنا خلصت، شويه شبت على الوش كده. متنسوش تعملوا لايك اذا وصفاتي بتعجبكم، واعملوا شير كتير كتير خلي الكل يستفاد. بصوا صينيه المسقعه خطيره. وبرده لما نيجي نطلع البايركس من الفرن ما نحطوش مباشره على اي حاجه ساقعه، لازم اي لوحه خشبيه تحته او او اللي هو بتاع السيليكون، المفارش السيليكون دي. عملت طبعا شويه سلطه جرجير فلفل الوان. السلطه مهمه جدا جدا يا جماعه جدا، يعني اهتموا بيها قوي. طبعا جبت جرجير فلفل الوان بصل شيري توميتو لو موجوده في السوق يعني، ومش موجوده تقدروا تحطوا اي نوع طماطم. فلفل الوان اهتموا بيه، جرجير. وطبعا بس كده، ده كان كده العشاء او الغدا طبعا. وادي اللفت بتاعنا اللي عملناه الصبح واكلنا منه بالليل. ما تنسوش طبعا تعملوا لايك وشير، واذا انتوا جداد على قناتي على اليوتيوب نرمين سمير ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه، واشوفكم في اكل جديد على خير، وباي باي.